أهلا وسهلا بيكم من مطبخ شطة وكمون. لو انتوا أول مرة تشوفوني فأنا فاطمة، يا رب تكونوا بخير. أول روتين أعمله معاكم من المطبخ غير الوصفات اللي بعملها كل يوم، يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم. النهاردة يا جماعة قلت عيد ميلاد بنتي بعد يومين، أنزل أشتري لها حاجات كده أعمل لها بيها حلويات وأشوف بالمرة التلاجة ناقصها إيه. قلت نجيب بالمرة شوية لحوم تكفينا لحد العيد، لأن طبعا لسه باقي كتير على العيد الكبير. فبصراحة الأسعار صدمتني، نزلت لقيت اللحمة كنت جايباها آخر مرة ب380 جنيه، يعني لقيتها 450 جنيه كل الأنواع، ما عدا طبعا لحمة الراس. أنا جبت سجق مدخن، لحمة، كده حوالي كيلو ربع لحمة حمراء، ده نص كيلو لحمة مفروم، ده كيلو لحمة راس، دي الوحيدة اللي ب250 جنيه. وطبعا شوية جبن للتلاجة، زبادي، تونة، وده كاستر، يعني حاجات للتلاجة كده نعمل بيها حلويات مع بعض إن شاء الله. بإذن الله كل حاجة تشوفوها أعملها معاكم وصفة إن شاء الله. بس الأسعار غريبة فعلا. وقولوا لي بقى لو انتوا عندكم اللحمة أرخص من عندنا ولا خلاص كده بقت كل حاجة بقت دلوقتي ال1000 جنيه ما تعملش حاجة. لو الواحد حب يجيب بيها لحوم للبيت، أنا الحمد لله الحاجات دي بشتريها بالشهر، بس بقى الخضار بقى اللي بجيبه كل أسبوع كده. بس يلا على الله، هنعمل إيه بقى في الغلا؟ ودي احنا نشوف مع بعض، ده كريم شانتيه واناناس وحاجات زي كده بقى جايبه. ندخل مع بعض على المواعين، بس انا طبعا مش هطول عليكم، هنسرع على الفيديو على قد ما نقدر. طبعا واحنا واقفين نغسل المواعين نستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وندعي دعوة لأولادنا، ربنا يحميهم يا رب ويكفيهم شر ولاد الحرام يا رب وشياطين الإنس والجن. ولادنا محتاجين الدعوة دي دلوقتي، وربنا يكرمنا يا رب ويبعد عن بيوتنا أصحاب النفوس الضعيفة، ويبعد عن بيوتنا الشياطين يا رب. وربنا يكرمنا بقى، الأيام اللي داخلة علينا دي أيام مفترجة، قربنا إن شاء الله نصوم العشر بتوع ذي الحجة. ربنا يكرمنا ويكون فينا نكون من المقبولين فيها، ويكون لنا دعوة مستجابة إن شاء الله يوم عرفة بإذن الله. بس بقى معلش يا جماعة برغي معاكم شوية، لأني صراحة طول اليوم مضغوطة مع الولاد، ما بحس إني ما بتكلمش كتير، عصبية ونرفزة بس طول اليوم منهم. ربنا يخليهم لينا طبعا، مالين علينا الدنيا والحمد لله. خلاص خلصنا المواعين اهيت. هنعمل بقى طبعا بعد الفرهدة بتاع السوق والأسعار، هنعمل بقى معلش هنعمل وصفة خفيفة بقى النهاردة كده. هنعمل أكل إن شاء الله يعجبكم، وبإذن الله يا ربي أكون بشارك معاكم يومياتي كده وأفكارنا في الأكل وتكون تعجبكم بإذن الله. هنحط هنا طاستين على النار، واحدة فيها زيت كتير وواحدة فيها زيت قليل، عشان هنعمل وصفة بإذن الله تعجبكم أوي، أو وصفتين يعتبر جداد، هما مش جداد قوي بس هنغير فيهم على قد ما نقدر. هنا ننزل بصلتين مقطعين مكعبات، هنشوح فيهم شوية لحد ما يدبلوا. وبعد كده ننزل بالبطاطس في الطاسة التانية، وطبعا كله مسيطر على الدنيا إن شاء الله، لأنه طبعا العيال نايمين، فبحاول على قد ما أقدر أنجز كل حاجتي في وقت ما هم نايمين. دي معلقة فلفل أسود، مش هوجع دماغكم أكتر من كده، خلينا في الأكل اللي إحنا بنعمله. نقلب شوية لحد البصل ده ما يدبل. حطينا معلقة فلفل أسود لأن البصل ده كان حامي جدا وجعلي عينيا وأنا بقطعه، فده يكسر شوية الحدة بتاعته، وسنة ملح بسيطة عشان يدبل معنا بسرعة، لأن إحنا هنخليه يدبل بس مش هنحمره تحمير كامل. وهنا نزلنا بحبتين طماطم مقطعين مكعبات، نقلب فيهم شوية لحد ما يدبلوا شوية وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونخلص بسرعة قبل العيال ما تصحى. خلاص كده طلعنا البطاطس، وهنا خلاص بالنسبة للبصل على الطماطم، فهو كده خلاص اتسبك وبقى تمام، مش عايزنا أكتر من كده. هنحط مكعب مرقة دجاج عليه، يعني بالطعام قوي. أنا بصراحة بحب مرقة الدجاج على وصفات كتير بعملها، إلا حاجات معينة بقى ما بعملهاش عليها. ونكمل بقية البطاطس، ونخلص بقى ونرجع نشوف التتبيلة بتاعتنا دي هنعمل بيها ايه دلوقتي.
خلاص كده هنشيل حوالي نصها كده. معلش يا جماعة لو الفيديو طويل عليكم قولوا لي في الكومنتات قلل عن كده عادي، مفيش مشكلة. وهنا نزلنا بقرن فلفل حامي، احنا قسمناه نصين عشان هنحط على التتبيلة التانية فلفل بارد. هنا طبعا هنحط تونة. يا جماعة جربوها بالطريقة دي صدقوني هتعجبكم جدا. أنا والله العظيم يعني جوزي كان يجيب لي التونة أنا اللي أكلها، بس لما عملت الوصفة دي احنا حرفيا خلصنا الطبق واحنا قاعدين، ولو كنت عملت أكتر من كده كنا خلصنا برضه واحنا قاعدين. وطبعا الحمد لله ربنا يديم علينا نعمه، والله احنا زهقنا بس من اللحوم والطبيخ والحاجات دي، فقلنا نحاول نغير. الجو حر ومحتاجين أكلة خفيفة بس كده لأن الجو صعب قوي. يلا كده خلاص البطاطس قربنا نخلص خلاص الحمد لله. وهنا ننزل بقى بالبيض، الوصفة التانية بقى نعمل بيض. هنا بيضتين ونزلنا عليهم بمعلقتين دقيق، انا بس قلبتهم على جنب عشان ادوب فيهم الدقيق كويس. وهنا دي كزبرة مش بقدونس، دي كزبرة وفلفل احمر بارد. وهنا معلقة كمون، لا دي معلقة كزبرة بعد كده معلقة كمون ومعلقة فلفل اسود ورشة ملح بسيطة بقى عليهم عشان نظبط الدنيا. وهنا بقيت التتبيلة هنحطها في الطاسة بمعلقة زيت قليلة قوي. وبعد كده بقى هنفردها في الطاسة وهننزل عليها بالبيض. جربوها كده او عادي ممكن تخلطوها دي، انا لما عملتها كده حلوة كويسة وجميلة بصراحة، بس ممكن حسيت ان لو ضفتها على البيض كانت تبقى احسن. بس عادي دي احنا بنجرب مع بعض يا جماعة وناخد افكار من بعضينا. اديكم شايفين، ادينا شايفين الدنيا كل يوم كل يوم نقول هناكل ايه هناكل ايه. الواحد بيتعب صراحة من كلمة هنعمل ايه النهاردة، وكلمة اي حاجة دي بقت اكتر حاجة متعبة. هنحط جبنة موتزاريلا على الوش وهنغطيها دقيقتين بالظبط، هي كده مستوية اصلا. يدوب يدوب كده خلاص الجبنة ساحت وهننزلها في الطبق بقى. يلا كده خلصنا يا جماعة. ما لزقتش والله في الطاسة خالص مع ان الطاسة كانت ألمونيا. انا قلبتها في الطبق ورجعت رجعتها في الطبق التاني وكانت جميلة والحمد لله. دي غدا النهارده والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا، والحمد لله ربنا يديم علينا نعمة الستر، فضل ونعمة من عند ربنا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعة للقناة. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.